السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جديدة النهاردة. تعالوا نعمل بقى النيفة على اصولها. عندك نيفة وعايزة تعمليها ولا هتشوي ولا اي حاجة وتطلعيها مستوية وطعمها تحفة. تعالوا معانا هنا بصلتين كبار وطماطمتين وحبيتين فلفل رومي، هنضيف عليهم ملح، فلفل اسود، حبهان بودر، ومعلقة كبيرة بهارات مشويات. بس كده، سهلة وبسيطة، مش هنحط مكونات كتير وتطلع لك طعم تحفة. هنضربهم كويس في الكبة. بعد ما ضربناهم كويس جدا، شايفين اتطحنوا معانا ازاي وكلهم دابوا في بعضيهم. معانا هنا قطع نيفة وقطع ريش ضاني. طبعا انا غسلتهم كويس، بحب احط لهم نقطة خل واغسلهم واصفيهم. في اللحمة الضاني بحب اعمل كده زي ما احنا شايفين. بعد ما صفيتهم هنضيف عليهم بقى الخلطة اللي احنا عملناها وهنقلبها فيها كويس جدا، وهنسيبهم يباتوا مع بعض ليلة في التلاجة. يعني انتي تعمليها تاني يوم تبيتيها في التلاجة ليلة، وهنخلطهم كويس جدا ببعض. اهم حاجة نظبط الملح والفلفل عشان يطلع طعمهم مظبوط، لان مش هنضيف لهم اي حاجة تاني. بعد ما باتوا ليلة هنجيب بقى معانا الصينية، هنرص فيها قطع النيفة والريش اللي معانا، وهنضيف لها نص كوبايه ميه من الجناب، اهم حاجه عشان ما ننزلش التتبيله من عليها. وهنحطها تغلي غلوه على النار وهندخلها الفرن. بعد ما دخلت الفرن واستوت ودابت، خدت حوالي ساعه، مش هتاخد وقت، وهتطلعي طعم تحفه ودايبه جدا مستويه ما شاء الله. جربوها وقولوا لي رايكم. لو ما تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.